دكتور، عايز أسألك سؤال. قول. هو ليه الدولار والعملات التانية بتزيد مع إن في حرب؟ بص، هو المفروض طالما في حرب وعركة دايرة الدولار يبقى يضعف، خاصة ان طرف من الحرب دي هي امريكا، فالمفروض ان الدولار يضعف قدام العملات التانية. يمكن احنا عندنا في مصر شايفين العكس، الجنيه هو اللي بيضعف قدام الدولار، على الرغم ان احنا لا بنحارب ولا لينا دعوة بالعركة اللي دايرة دي. بس الاجابة في منتهى البساطة، احنا عندنا هوت ماني بتدخل البنك المركزي، او الفلوس اللي الناس بتروح تودعها في البنك المركزي بتاعنا، ودي بتتودع بالدولار، وبتبقى عادة بنوك أجنبية ومستثمرين أجانب وحاجات كبيرة كده، فالإيداعات بتبقى بأرقام كبيرة مش بأرقام صغيرة. أول لما الحرب دي قامت رأس المال جبان، فالناس كلها بدأت تسحب فلوسها وتسحب الودايع دي، فطبيعي جدا يحصل ضغط على الدولار، وده اللي خلى الدولار يزيد. دي النقطة الأولانية. النقطة التانية، احنا لسه مش متعودين ان الدولار فعلا متعوم، يعني ممكن تصحى تلاقيه ب55 تاني يوم تلاقيه ب54 عادي جدا. يعني لو حصل دخول كتير لرأس الأموال الأجنبية هيخلي الدولار ينزل تاني ونشوف ال51 وممكن نشوف ال50. انما لو حصل ضغط وناس كتير سحبت فلوسها مع بعض اوتوماتيك الدولار هيزيد، وده اللي احنا بنشوفه. 54 بعديها 52 ونص بعديها 53 وعمال يطلع وينزل ما بين ارقام معينة، وده سببه هو الهوت ماني، ملوش علاقة لا بالذهب ولا بالدولار ولا حتى بالبترول، ده ليه علاقة بالبنك المركزي عندنا. ونتمنى كلنا ان العركة دي تخلص عشان الامور تستقر. ودي كانت اجابتي ببساطة ليه الدولار بيعلى الفترة دي. كان معاكم دكتور ياسر الطويل، وده الجواهرجي. سلام.